اختبار مفاجئ، يا ترى الحدود الداخلية أهم ولا الحدود الخارجية؟ هو أصلا في حدود داخلية وحدود خارجية؟ الحدود الخارجية هي حدودنا مع الآخرين اللي بتوضح إزاي هنتعامل معاهم وهم يتعاملوا معانا، وده بيعكس احترامنا ليهم وكمان احترامهم لينا. اما الحدود الداخليه فدي حدودنا احنا مع نفسنا وازاي بنتعامل معاها، وده بيعكس علاقتنا مع نفسنا وثقتنا فيها. في الحدود الداخليه بتتطلب مننا معرفه نفسنا وكمان معرفه نقاط قوتنا، وعلشان يكون عندنا حدود داخليه قويه محتاجين ان احنا نلتزم بالوعود اللي بنوعدها لنفسنا كل مره. ده هيوصلني للبساطة النفسية والأمان بيني وبين نفسي، ويخليني أحس إن أنا حاطة نفسي أولوية. إزاي نقيس قوة حدودنا الداخلية؟ هديكوا 8 أسئلة هنقدر بيها نقيس مدى قوة حدودنا الداخلية. شوفوا هتدوا نفسكم كام من 8. هل بتدوا لنفسكم أعذار كتير؟ هل بتستخدموا كلمات مش دقيقة؟ يعني بتقولوا 10 دقايق وفي الآخر تقعدوا ساعة؟ يا ترى انتوا بتبالغوا في الوعود اللي بتوعدوها لنفسكم؟ بتقرر انك تغير العادات السيئة الغير صحيحة لكن في الآخر مش بتكمل؟ بتتأثروا بآراء أو أفكار أو انتقادات الناس اللي حواليكم؟ هل انت شخص غير حاسم وبتفضل تلف حوالين الموضوع؟ بتحط أهداف كتير وبتلاقي نفسك بتنساها ومش بتتابعها؟ مش بتعرف تقول الحقيقة لو حسيت ان الناس اللي حواليك هيرفضوها او هتدخل في خناقات؟ يا ترى اديتوا نفسكم كام من 8؟ لو بتعمل 4 حاجات او اكتر من دول ده معناه ان احنا محتاجين نشتغل على حدودنا الداخلية، لان كل ما كانت حدودنا الداخلية قوية كل ما كان رسم الحدود مع الناس التانية اسهل. يا ترى عرفت الحدود الداخلية اهم ولا الحدود الخارجية؟